السلام عليكم، أهلا بكم. كاف يصدم الأهلي والزمالك، وكهربا يستفز جماهير الزمالك. في البداية ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عبر موقعه الإلكتروني الرسمي عن مفاجأة صادمة لفريقي الأهلي والزمالك بخصوص موعد مباراة بطولة كأس السوبر الإفريقي موسم 2023-2024. وأصدر كيف بيان رسمي لطرح مناقصة للتعاقد مع شركة لتقنية الفيديو مساعد بار خلال الفترة من 2024-2027، إلا أنه وفقا للبيان الرسمي فقد حدد تاريخا مبدئيا لكأس السوبر الإفريقي خلال مايو ويونيو 2024. ووفقا لبيان كاف فإن مباراة السوبر الإفريقي والتي قد تجمع الزمالك مع الأهلي في قمة إفريقية، وذلك بحال نجح الأحمر في الحصول على لقب دوري الأبطال، ستقام خلال مايو أو يونيو 2024. وبناء على ذلك ستكون مباراة السوبر الإفريقي بعد فترة التوقف الدولي مباشرة، والتي تنطلق خلال أيام. تعليق ناري من كهربا حول تتويج الزمالك بالكونفدرالية. علق محمود عبد المنعم كهربا على تتويج نادي الزمالك ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. وانفعل محمود عبد المنعم كهربا على الإعلاميين المتواجدين داخل النادي الأهلي بعد سؤاله عن رأيه في تتويج الزمالك ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي. وبسؤاله حول تتويج الزمالك بالكونفدرالية وليحفز الأهلي للتتويج بدوري أبطال إفريقيا ومواجهة في السوبر، رد كهربا منفعلا: عندما يسألني أحد فليسألني عن النادي الأهلي وليس عن أي نادي آخر. مع الاحترام للزمالك، فلدينا مباراة مهمة بنهائي دوري أبطال إفريقيا وبطولة أكبر. وشدد كهربا على جاهزية النادي الأهلي لمواجهة نظير الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة المقرر لها يوم السبت الموافق 25 مايو الجاري على ملعب استاد القاهرة الدولي. في النهاية ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، والسلام عليكم.